يا مرحبا بكم طلابنا وطلاب الصف الثالث المتوسط، مستمرين وياكم إن شاء الله وتقديم حلقات مادة الكيمياء للصف الثالث المتوسط. وصلنا وياكم اليوم إلى الحلقة السادسة، مثل ما وعدناكم أنه راح نكمل وياكم الخواص الدورية للعناصر. شو أقصد بالخواص الدورية للعناصر؟ عندي صراحة 5 أو 6 خواص دورية، هاي تهتم بتفاصيل ذرة العنصر. الخاصية الأولى من خواص الدورية للعناصر هي نصف القطر الذري. شو أقصد بنصف القطر الذري؟ هو نصف المسافة الفاصلة ما بين ذرتين، شرط أن تكون هاي الذرتين متماثلتين ومتحدتين كيميائيا. ليش؟ هسه راح نشرح التفاصيل. خلي بالبداية نبلش ويا التعريف. تعريف نصف القطر الذري هو نصف المسافة الفاصلة بين نواتي ذرتين متماثلتين ومتحدتين كيميائيا. شو أقصد بهذا الكلام؟ انتبهوا لنا هنا. من أجي أرسم حسب الصف الثاني متوسط، كنا نرسم نواة تدور حولها الكترونات، هذا مدار أول ومدار ثاني. شو أقصد بنصف القطر؟ الصراحة نصف القطر هو المسافة ما بين النواة، حتى بالرياضيات ماخذيها، ما بين مركز الدائرة ومحيط الدائرة، هذا هو نصف القطر. لكن اللي صار شنو؟ لصعوبة الحصول على ذرة منفردة، لأن أغلب العناصر الكيميائية توجد على شكل جزيئات، ولصعوبة الحصول على ذرة منفردة لصغر حجمها، أخذوا جزيئة كاملة عبارة عن ذرتين متحدتين سوا، قاسوا المسافة ما بين النواتين، المسافة ما بين النواتين قاسوها، بعدين قسموها على 2، انطتني نصف القطر الذري. يعني شنو؟ عندي هاي ذرة لازم وياها ذرة ثانية تشبهها بنفس التفاصيل. هاي نواة الذرة وهاي نواة الذرة الأخرى، المسافة من هنا لهنا هو نصف القطر الذري. لازم أن تكون هاي الذرتين متحدة حسب تعريف الخواص الدورية، يقول نصف المسافة الفاصلة ما بين نواتين. يعني شنو؟ كالتالي. خلينا نرجع نرسمهم من جديد. عندي ذرة تكون من نواة تحيط بها الإلكترونات، هاي مدارات الذرة الأولى. أما الذرة الثانية فهي عبارة عن نواة تحيط بها إلكترونات أخرى. اللي صار شنو؟ قاسوا المسافة من هذا الاتجاه أو من هاي النواة إلى هاي النواة، قسموها على 2، حصلت نصف القطر الذري. إذا كانت هاي التفاصيل مالتها ما راح تجي المسافة مضبوطة. ليش؟ لأن المسافة من هنا لهنا مو هي نفسيتها المسافة المطلوبة، هنا راح تنطيني أكبر. لهذا السبب شرط رئيسي أن تكون هاي الذرتين متحدتين كيميائيا. شلون راح تكون متحدة كيميائيا؟ كالتالي. آخذ هاي الذرة وأدنيها أو أربطها ويا من؟ ويا الذرة الأخرى بهالتفاصيل هاي. اللي راح يصير عندي راح أقيس هاي المسافة، مسافة من هاي النواة إلى النواة الأخرى، بعدين شو اسوي؟ اقسمهم على 2، راح تنطيني بالضبط المسافة المطلوبة اللي هي نصف القطر الذري. حتى اعرف نصف القطر الذري هو نصف المسافة بين نواتي ذرتين، هاي نواة أولى وهاي نواة ثانية. أقيس كل المسافة ما بين النواتين، الاتجاه من هاي النواة إلى النواة الأخرى، بعدين شو اسوي؟ آخذ نصف المسافة حتى تنطيني قياس مضبوط. أعرف النصف القطر الذري هو نصف المسافة الفاصلة ما بين ذرتين أو الفاصلة ما بين نواتين لذرتين، شرطهم شنو؟ أن تكون متماثلة، يعني وحدة تشبه الثانية. يعني مثلا أخذ الهيدروجين وياها أخذها الهيدروجين، أخذ الكلور وياها أخذها الكلور، حتى شنو؟ حتى تنطيني مدارات متساوية، أحجام متساوية. فلهذا السبب لازم آخذهم متماثلة، يعني إذا هاي هيدروجين لازم هاي هيدروجين، حتى تصير عندي عدد المدارات متساوية والمسافات متساوية، قوى التجاذب كلها تكون متساوية، فبالتالي راح تكون المسافات متساوية. آخذ ذرتين متماثلة متشابهة، شرط أن تكون شنو؟ متحدتين كيميائيا. شرط رئيسي أن تكون متحدتين، يعني وحدة لازقة بالثانية، بالتالي من أقسمهم على 2 راح تنطيني المسافة اللي هي نصف
القطر، أو أقدر أسميه الحجم الذري. الحجم الذري أو نصف القطر الذري هي مصطلحين لنفس التعريف. نصف القطر الذري هو نصف المسافة الفاصلة ما بين نواتين لذرتين متماثلتين ومتحدتين كيميائيا. ايش راح يصير عندي؟ علل ضمن الدورة الواحدة يقل نصف القطر الذري كلما زاد العدد الذري. نصف القطر يقل بازدياد العدد الذري. ليش؟ ضمن الدورة الواحدة راح نحكي على نفس المدار، إضافة راح تكون على نفس المدار، عدد الإلكترونات راح يزداد لكن المدار نفس المدار. هسه بالكم وياي، من آخذ مثلا ذرة الليثيوم. ذرة الليثيوم العدد الذري مالتها 3، وآخذ وياها ذرة البريليوم عددها الذري 4، وآخذ وياها مثلا ذرة البورون عددها الذري 5. اللي راح يصير عندي كالتالي: من أرسم ذرة الليثيوم، هاي نواة الليثيوم، مدار الأول، مدار الثاني، بهالشكل هذا. هنا أنا عندي النواة التابعة للليثيوم، الشحنة الموجبة أنا عندي قانون ماخذه بصف الثاني، اللي هو العدد الذري يساوي عدد الإلكترونات ويساوي عدد البروتونات. يعني ايش قد عندي شحنة موجبة داخل النواة هي نفسيتها الشحنة السالبة اللي موجودة خارج النواة، اللي أقصد بها عدد الإلكترونات. فايش راح يصير عندي؟ لين عندي هنا 3 إلكترونات أو العدد الذري 3، فبالتالي داخل النواة عندي 3 موجب. داخل النواة عندي راح يكون 3 موجب. هاي النواة فعندي بيها موجب 3. خارج النواة كم إلكترون عندي؟ عندي 1 2 وهذا الإلكترون الثالث، 3 إلكترونات. هاي هنا القوة مالتها ايش قد؟ 3، تأثر على المدار الثاني فتجذبه بقوة. حاليا عندي قاعد تتجاذب بقوة معينة من أجل من؟ للبريليوم. البريليوم العدد الذري مالته ايش قد؟ العدد الذري مالته راح يكون 4. بالتالي النواة بداخلها ايش قد؟ موجب 4 على مدارين، هذا مدار أول هذا مدار ثاني. عندي إلكترونين، هذا الثالث هذا الإلكترون الرابع. شرح راح يكون مشابه إلى شرح مادة الصف الثاني متوسط، لكن الغاية منه إنه إحنا نعرف شلون قاعد يزداد الحجم ويقل الحجم. حاليا عندي هنا ايش قد الشحنة؟ موجب 4 يجرون بهذا الإلكترون. بالتالي مثل ما 3 يجرون بإلكترون، يقينا لا، كأنما لعبة جر حبل. مرة أنا عندي 3 يسحبون بالحبل، مرة عندي 4 يسحبون بالحبل. من هو اللي أكثر قوة جذب؟ هنا الأكثر قوة جذب يقينا هو 4. بالتالي إذا كان عدد البروتونات أو شحنة النواة أقوى لكن على نفس المدار راح تجينا بالزمرة راح تزداد، راح نوضح بوقتها اللي نقصده شنو. هنا أنا عندي راح أرجع أرسم رسم آخر حتى نقارن ما بين ذرة الليثيوم وذرة البريليوم. الليثيوم 3، يعني بالداخل ايش عندي؟ عندي هنا شحنة موجب 3، مدار أول مدار ثاني، هذا إلكترونين وهذا الإلكترون الثالث. قوة جذب هنا 3 يجرون بهذا الإلكترون. أما بالنسبة للبريليوم عندي نواة موجب 4، عندي مدار أول عندي مدار ثاني، اللي راح يصير عندي إلكترونين 3 4. هنا 4 يجرون بهذا الإلكترون أو بهذا المدار. من أجل البورون 5، نواة موجب 5، عندي مدار أول عندي مدار ثاني. إذا تلاحظوا وياي كل ما قاعد تكبر عندي الشحنة الموجبة قاعد يقل عندي حجم الذرة ضمن نفس الدورة، شرط ضمن نفس الدورة. فهنا راح يصير عندي إلكترونين، عذرا 1 2 3 4 5 يجرون بهذا الإلكترون، وهنا 4 يجرون بالمدار أو بالإلكترون، وهنا 3 يسحبون الإلكترون. من هو الأقوى جذب؟ يقينا 5 يجرون الإلكترون
راح يكون أقوى جذب، بالتالي الحلقة راح شي يصير بها؟ راح تصغر. ليش؟ نتيجة زيادة الجذب. فهنا أنا عندي 5 ضمن نفس المدار، مدار ثاني مدار ثاني مدار ثاني، كلهم ضمن دورة واحدة. ضمن الدورة الواحدة بازدياد العدد الذري يقل الحجم، اللي راح يصير عندي كالتالي. عندي هاي الذرة، وعندي هاي الذرة، هاي ذرة البورون وذرة البريليوم وذرة الليثيوم. الليثيوم راح يكون أكبر حجم. ليش؟ 3 يجرون بواحد، فقوة جذب مو قوية، بالتالي الإلكترون احنا أخذناه بالمحاضرة الأولى، الإلكترون يحاول ينهزم بينما النواة قاعد شو تسوي؟ قاعد تسحبه. فهنا الشحنة الموجبة 3 يسحبون بهذا الإلكترون، هنا 4 يسحبون بالإلكترون، أما هنا 5 يسحبون بالإلكترون. من هو اللي أقوى جذب؟ يقينا ال5 هي أقوى جذب، بالتالي راح تسحب الإلكترون اتجاهها بصورة أقوى. لهذا السبب الحلقة راح تكون هنا أصغر، أما هنا راح تكون شوية أكبر لأن قوة جذب أضعف راح تصير، أما هنا حجمها راح يكون أكبر شيء لأن قوة جذب راح تكون أقل ما يمكن. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى نصف القطر والتعليل اللي ذاكره. ضمن نفس الدورة يقل نصف القطر، نصف قطر العنصر أو الحجم الذري بازدياد أعدادها الذرية، أي كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين ضمن الزمرة أو ضمن الجدول الدوري، لأنه بزيادة العدد الذري في الدورة الواحدة. شرط شو نقول له؟ في الدورة الواحدة تزداد الشحنة الموجبة، زاد العدد الذري زادت الشحنة الموجبة ضمن النواة، وبقاء الإلكترونات ذات الشحنة السالبة ضمن نفس مستوى الطاقة الرئيسي. مدارين، هذا مدار أول مدار ثاني، مدار أول مدار ثاني، مدار أول مدار ثاني، ضمن نفس المدار، ما زدنا مدار جديد، ما فتحنا غلاف جديد. فهنا ايش عندي صار ضمن نفس المدار، ضمن نفس المدار زاد العدد الذري، زادت الشحنة الموجبة، زادت قوة جذب، قل الحجم الذري. ضمن نفس المدار زاد العدد الذري، زادت الشحنة الموجبة، وإذا زادت الشحنة الموجبة زادت قوة الجذب، وإذا زادت قوة الجذب راح تسحب الإلكترون باتجاه النواة، بالتالي راح يقل الحجم الذري. إذن ايش راح أجاوبه؟ علل ضمن نفس الدورة أو ضمن الدورة الواحدة يقل نصف القطر بازدياد العدد الذري. ليش؟ ضمن نفس الدورة بازدياد العدد الذري تزداد الشحنة الموجبة، وإذا زادت الشحنة الموجبة راح تزداد قوة جذب، وإذا زادت قوة جذب راح النواة تقرب الإلكترونات اتجاهها، بالتالي الحلقة راح شو يصير بها؟ تصغر، وإذا صغرت الحلقة راح يقل عند الحجم الذري. أتمنى أن تكون واضحة، يعني هو صراحة جدا بسيطة. الفكرة كالتالي، توقعها أنت كأنما عندك لعبة جر حبل، مرة 5 يجرون بحبل فريقين، مرة 5 يسحبون، مرة 3 يسحبون، مرة 4 يسحبون. من هو الأكثر راح يجذبون الفريق الثاني اتجاههم؟ يقينا أبو ال5 راح تزداد قوة جذب لأن 5 قاعد يسحبون بنفس المادة أو نفس الفريق، فهنا راح تزداد قوة جذب نتيجة شنو؟ نتيجة قوة النواة الزائدة. ليش زادت قوة الجذب أو ليش زادت قوة النواة؟ نتيجة لزيادة العدد الذري، وإذا زاد العدد الذري زادت الشحنة الموجبة، وإذا زادت الشحنة الموجبة زادت قوة الجذب، وإذا زادت قوة الجذب قل الحجم الذري. أتمنى أن يكون التعليل واضح. زين، علل في الزمرة الواحدة. هسه هذا الحكي مالتنا وين كان؟ ضمن الدورة الواحدة. ضمن الدورة الواحدة، أعيد للمرة الأخيرة اللي قاعد يصير عندي. ضمن الدورة الواحدة كانت عندي نواة، وهاي نواة ثانية، هاي نواة ثالثة، هنا موجب 5، هنا موجب 4، هنا موجب 3. بالموجب 3 قوة جذب قليلة، لهذا السبب الإلكترون ايش بيه؟ مبتعد بعيد عن النواة، هذا الإلكترون مالتي.
بالموجب 4 قوة جذب شوية أقوى، بالتالي الحجم قل. ليش؟ النواة سحبتهم باتجاه أقوى، كانت هنا القوة 3 يسحبون، بالتالي شنو؟ قوة جذب ضعيفة. 4 يسحبون، زادت قوة جذب ضمن نفس المدار. أعيد وأكرر، ضمن نفس المدار مدارين، وهنا راح تكون عندي مدارين. أما بالنسبة للذرة الرابعة أو العفو الثالثة راح تكون قوة جذب كلش قوية، بالتالي هذا الإلكترون راح يكون واقع تحت تأثير قوة جذب عالية، بالتالي راح يقل الحجم. فكلما زاد العدد الذري ضمن نفس الدورة بازدياد العدد الذري تزداد قوة جذب نتيجة لزيادة الشحنة الموجبة، بالتالي راح يقل الحجم الذري. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحجم. تمام. في الزمرة الواحدة ايش راح يصير؟ في الزمرة الواحدة يزداد نصف القطر الذري بازدياد الحجم. ضمن الزمرة يزداد نصف القطر الذري بازدياد الحجم. شلون راح يكون؟ لأن أنا بالزمرة قاعد أضيف أغلفة، العناصر اللي تتشابه بنفس الزمرة قاعد تزداد عدد أغلفتها. مثل من؟ راح آخذ الليثيوم 3، وآخذ وياه الصوديوم 11، وآخذ وياه البوتاسيوم 19، يشتركون ضمن نفس الزمرة. شلون قاعد يزداد الحجم؟ ضمن نفس الزمرة بازدياد العدد الذري. راح أرسم ليثيوم كم مدار؟ ليثيوم عدد الذري 3، فعندي نواة تدور حولها إلكترونات. هذا المدار الأول، هذا المدار الثاني، 1 2، هذا الإلكترون الثالث. هذا منو؟ هذا الليثيوم، قد العدد الذري مالته 3. أجي المل الصوديوم هاي نواة، مدار الأول ياخذ 2، مدار الثاني ياخذ 8، 2 4 6 8. ايش راح يصير عندي؟ لازم اضطر افتح مدار ثالث. هذا المدار الثالث بإلكترون واحد، إلكترون واحد في الغلاف الخارجي، إلكترون واحد في الغلاف الخارجي، إذا ذول نفس الزمرة. شو عندي بعد؟ عندي هسه هذا الليثيوم، وعندي هذا الصوديوم. خلي نرتب. هذا الليثيوم وهذا الصوديوم، وراح اخذ هنا البوتاسيوم نواة مدار اول. ايش قد العدد الذري للبوتاسيوم؟ 19. 1 2، مدار ثاني 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 بالغلاف الداخلي، هذا 1 وهذا الثاني. ايش بقى عندي؟ بقى عندي 9. مدار الثالث بيش قد يتشبع؟ يتشبع ب8. 2 4 6 8. هسه اضطر شو اسوي؟ لازم افتح مدار رابع. راح افتح مدار رابع. عندي 2 ب8 10 ب8 18، وهذا الغلاف الاخير يحتوي على الكترون واحد. الكترون واحد في الذرة او الكترون واحد في المدار الخارجي، عناصر زمرة اولى. الكترون واحد في المدار الخارجي، عناصر زمرة ثانية. عناصر زمرة اولى. الكترون واحد في المدار الخارجي، عناصر زمرة ثالثة. هسه اذا اجي اقيس المسافة من النواة الى المحيط، هاي المسافة الاولى، وهاي المسافة الثانية، وهاي المسافة الثالثة، ايهما اكبر مسافة؟ يقينا هنا راح يكون ال19 اللي هو البوتاسيوم اكبر مسافة. ليش؟ لان هذا يحتوي على 4 اغلفة، اما بالنسبة للصوديوم يحتوي على 3
أغلفة. أما بالنسبة للليثيوم فيحتوي على غلافين. هذا اللي قاعد يصير عندي. ضمن الدورة كانت بنفس المدار، الإضافة بنفس المدار، فتقوى الشحنة الموجبة يقل الحجم، حتى إذا كانت هنا عندها سلك من أجي أدرس ضمن الزمرة. قد البعض يتساءل: أستاذ، هاي 19 موجب، وهاي 11 موجب، وهاي 3 موجب، مو المفروض 19 قوة جذب مالتها قوية؟ إيه فعلا المفروض قوية، لكن اللي قاعد يصير عندي شنو؟ قاعد تزداد عدد الأغلفة، حتى إذا كانت قوة جذب قوية بس الأغلفة قاعد تزداد، بالتالي الجاذبية ما راح تكون كافية إنه تقيد الذرة. أو بمصطلح آخر، هنا أنا عندي 19 صح القوة مالتها قوية، بس ما راح تسيطر على 4 مدارات. مدارات 4 تاخذ حجم حتى إذا كانت القوة كبيرة، بس راح تاخذ حجم كلش كبير، لأن قاعد أفتح أغلفة. ضمن الزمرة الواحدة يزداد عندي عدد الأغلفة، ضمن الدورة الواحدة الغلاف ثابت، فبالتالي من تأثر عليه تسحبه. أما هنا حتى إذا تسحبه نتيجة لزيادة عدد الأغلفة راح يزداد الحجم. هذا الفرق ما بين الدورة والزمرة. بالدورة الواحدة بالزيادة العدد الذري يقل الحجم، أما بالزمرة الواحدة بالزيادة العدد الذري يزداد الحجم. فهاي الفكرة اللي قاعد تصير عندي. أتمنى أن تكون واضحة. زين، خلينا نشوف شنو بعد عندنا من تفاصيل ماخذيها. في الزمرة الواحدة علل في الدورة الواحدة بازدياد العدد الذري يقل الحجم نتيجة لزيادة قوة الجذب. اللي واقع وين؟ على نفس المدار. اجاني تعليل ثاني: في الزمرة الواحدة يزداد نصف القطر بازدياد العدد الذري كلما اتجهنا من الأعلى إلى الأسفل في الجدول الدوري. ليش؟ لأن بزيادة العدد الذري في الزمرة الواحدة يعني زيادة عدد الأغلفة. بازدياد العدد الذري راح يزداد عندي عدد الأغلفة، راح أفتح أغلفة جديدة، وإذا فتحت أغلفة جديدة يعني مستويات إلكترونية وابتعاد الإلكترونات الخارجية عن النواة، وبالتالي فإن الغلاف الخارجي سوف يكون أبعد عن النواة فيزداد نصف القطر الذري. بالدورة المدار نفسه، بالتالي الجاذبية راح تزداد فتقلل المدار. بالزمرة راح أفتح مدارات جديدة، فبالتالي غصبا ما عليه راح تزداد عندي الحجم. ليش؟ لأن راح أفتح أغلفة جديدة. هذا الفرق ما بين الدورة والزمرة. بالدورة الحجم يقل. ليش؟ نتيجة لزيادة الشحنة الموجبة ونتيجة لزيادة قوة جذب، فراح يصير عندي قوة جذب عالية تجذب المدار، وإحنا متفقين بالدورة على نفس المدار، مدار أول مدار أول، مدار ثاني مدار ثاني، كل العناصر أو كل الذرات تتشابه بنفس المدار. بالتالي بازدياد العدد الذري راح نأثر على نفس المدار فنقربه. بالزمرة حتى إذا نقرب المدار راح تنفتح عندي مدارات جديدة، فبالتالي راح أبتعد عن النواة فيزداد عندي الحجم. هذا الملخص ما بين عناصر الدورة والزمرة، أو خاصية نصف القطر ضمن الدورة وضمن الزمرة. الخلاصة: نصف القطر يقل في الدورة ويزداد في الزمرة. بالأخير إن شاء الله راح نسوي جدول مرتب نقدر نحل بهاي التفاصيل. عندي هنا سؤال: رتب العناصر التالية حسب الزيادة في أنصاف أقطارها الذرية. هذا سؤال وزاري دائما يتكرر بالوزاري، وسؤال مهم يعتبر من الثوابت اللي موجودة بالفصل الأول. هنا شنو الفكرة وشلون راح أقدر أحل؟ بنهاية إن شاء الله المحاضرة راح أرتب لك جدول، هذا الجدول تعتمد عليه راح يحل لك كل المشاكل بالنسبة لهذا السؤال. خطوات حل هذا السؤال: إذا إجاني السؤال رتب العناصر التالية حسب الزيادة في أنصاف أقطارها، رتب العناصر التالية حسب الزيادة في أنصاف أقطارها أو في طاقة التأين مستقبلا راح ناخذها وباقي التفاصيل. رتب العناصر التالية حسب الزيادة في أنصاف أقطارها الذرية. أول خطوة لحل هذا السؤال أنا لازم أكتب ترتيب إلكتروني. من بعد ما أكتب ترتيب إلكتروني
لازم أشخص هل العناصر تشترك في نفس الزمرة أم تشترك في نفس الدورة. ليش؟ لأن احنا متفقين بالنسبة للحجم ضمن الدورة الواحدة يقل بازدياد العدد الذري، ضمن الزمرة الواحدة يزداد بازدياد العدد الذري. فلازم أعرف هل العناصر تشترك في نفس الدورة أم تشترك في نفس الزمرة. شلون راح أحل هاي المشكلة؟ أول ما أجي أكتب ترتيب إلكتروني، من بعد ما كتب الترتيب الإلكتروني لازم أشخص هل العناصر تشترك في نفس الدورة أم في نفس الزمرة. أخذ العناصر اللي موجودة عندي ليثيوم 3، وعندي وياه كربون أكسجين 8، وعندي وياه كربون 6، وعندي وياه فلور 9. أول خطوة راح أكتب الترتيب الإلكتروني وأشخص هل العناصر أو أكتبهم ضمن يا دورة ويا زمرة. أجي للليثيوم، هذا الليثيوم عدد الذري 3، ترتيب إلكتروني 1s2 3 2s1 1s2 2s1. أجي هنا أكتب الدورة والزمرة. ليثيوم ضمن يا دورة، هذا رقم الدورة اللي هو الدورة الثانية. يا زمرة أنا واصل للأس، أجمع؟ لا. كم إلكترون عندي بالغلاف الخارجي؟ 1 في الزمرة الأولى. الدورة الثانية الزمرة الأولى. أجي من هسه من بعد الليثيوم أكسجين 8، أكتب الترتيب الإلكتروني 1s2 2s2 صاروا 4، أنا عندي 8 2p 2 ب2 4. ايش قد بقوا من ال8؟ بقوا 4 2p4. اكتب هنا الدورة والزمرة، الدورة والزمرة. يا دورة هذا رقم الدورة الثانية. يا زمرة وصلت للبي، اجمعهم 2 ب4 6 في الزمرة السادسة. الدورة الثانية الزمرة السادسة. من بعد الأكسجين راح أجي أخذ كربون 6، ترتيب إلكتروني 1s2 2s2 2 ب2 4، عندي 6. ايش بقوا منهم بس 2 2p2. الدورة والزمرة. يا دورة عندي ويا زمرة. الدورة الثانية الزمرة عندي هنا 2 وهنا 2، متفقين وصلت للبي، أجمع 2 ب2 4 فالزمرة الرابعة. ايش بقى عندي؟ الفلور 9 ترتيب إلكتروني 1s2 2s2 2p 2 ب2 4. ايش بقوا من التسعة؟ بقوا عندي 5 2p5. الدورة والزمرة. يا دورة ويا زمرة. الدورة الثانية الزمرة وصلت للبي، أجمع 5 زائد 2 7 فالزمرة السابعة. هسه حاليا تقريب نصف الحل وصلت له. أجي أشيك يشتغلون ذولي عندي أو يشتركون ضمن نفس الدورة لو ضمن نفس الزمرة. خلينا نباوع. هذا دورة ثانية، هذا دورة ثانية، هذا دورة ثانية، هذا دورة ثانية، كلهم يتشابهون بنفس الدورة. خلينا نجي والله للزمرة. زمرة أولى، زمرة سادسة، زمرة رابعة، زمرة سابعة. يختلفون بالزمرة لكن بمن يشتركون؟ يشتركون بالدورة. دورة ثانية، دورة ثانية، دورة ثانية، دورة ثانية. ايش راح اكتب؟ جميع العناصر تشترك في نفس الدورة، أو أكتب له جميع العناصر تشترك في الدورة الثانية. بهالطريقة كلش كافي. اللي بقى عندي شي يريد منه هسه؟ هو
رتب العناصر التالية حسب الزيادة في أنصاف أقطارها الذرية. رتب العناصر التالية حسب الزيادة في أنصاف أقطارها ضمن الدورة. ليش؟ لأن هنا يشتركون ضمن نفس الدورة. نصف القطر الذري يزداد بازدياد العدد الذري لو يقل بازدياد العدد الذري. ضمن الدورة يقل نصف القطر بازدياد العدد الذري. وهذا المثال راح أشرحه بطريقة ثانية بهاي المحاضرة إن شاء الله، بس أكمل باقي العناصر أو العفو باقي الخواص اللي راح يصير عندي حتى أسهل الحل على نفسي. هاي الأرقام اللي عندي فوق راح أرتبها. شلون أرتبها؟ من الصغير للكبير. أصغر رقم بيهم من هو الليثيوم. هذا الليثيوم. هذا ليثيوم 3. من بعده أنا إيش عندي؟ عندي 3 وعندي 6 وعندي 9 وعندي 8. من بعد ال3 يجيني ال6، آخذ كربون 6. من بعد ال6 أكسجين 8. من بعده فلور 9. اللي صار عندي كالتالي: 3 6 8 9. رتبتهم حسب التدرج مالتهم أرقام. من الثلاثة بعد ايش يجينا؟ رقم 6. ال6 يجي بعد ال8، ال8 يجي بعدها 9. يعني ما يصير يعني أقرب ال9 قبل ال8. ليش؟ لأن ال9 أكبر. من الصغير للكبير أنا رتبتهم. يقل أو يزداد؟ لا، يقل بدون ما تدوخ. ودي العلامة على أقل رقم. نرجع. رتب العناصر التالية حسب الزيادة في أنصاف أقطارها. شنو؟ زيادة في أنصاف أقطار نصف القطر ضمن الدورة. أنا هسه صارت عندي معلومتين. هنا أنا تشترك في نفس الدورة ويريد نصف القطر. نصف القطر ويا الدورة يقل أو يزداد؟ نصف القطر يقل ضمن الدورة. لأن يقل ودي العلامة على أقل رقم. يجي بعد هذا، يجي بعد هذا. صار عندي نصف القطر يقل ضمن الدورة الواحدة. راح أشرحها بطريقة ثانية إن شاء الله تكون أسهل. حاليا يعتبر حلك كلش تمام وحل منطقي. زيادة لو نقصان؟ زيادة يعني من الصغير للكبير أو كالتالي. إذا قال لك زيادة، أنا عندي هاي العلامة جاية بهالشكل هذا. إذا أخليها هيك خط صارت سهم. بالزيادة أعكس السهم، يعني مكان ما يكون اتجاهه بهذا الاتجاه أغير اتجاه السهم فيكون بهذا الشكل، فيصير عندي السهم بهذا الاتجاه. واكتب جوا زيادة في نصف القطر. هاي الفكرة، وراح أرجع أشرحها مرة ثانية بطريقة بعد أفضل. خلي بس آخذ التعاريف بالنسبة للخواص الدورية. هذه طريقة الحل اللي موجودة. سؤال ثاني: رتب العناصر التالية حسب زيادة في أنصاف أقطارها الذرية. هذا السؤال كله راح نرجع نشرحه مرة ثانية. خلي آخذ هسه التعاريف حتى أربط لكم الموضوع بصورة عامة. طاقة التأين. شو أقصد بطاقة التأين؟ هي مقدار الطاقة اللازمة لانتزاع الإلكترون أو أكثر من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر معين متعادلة الشحنة في حالتها الغازية. شرط أن تكون في حالتها الغازية. شو أقصد بها طاقة التأين؟ انتبهوا لنا هنا.